في الحقيقه انا قعدت افكر ازاي ابتدي كلامي معاكم في الحلقه دي، لان بمنتهى البساطه فيلم جوازة توكسيك واحد من اعلى الافلام ايرادات في الخليج، واصبح ان في اتجاه واضح انتاج افلام معينه بعينها تتصدر للخليج. يمكن لان ذوق الخليج مختلف شويه عن ذوق المصريين، هم شعب اكثر رواقانا واكثر تقبلا للافيهات دي والنوع ده من الكوميديا. احنا شعب صعب قوي تضحكه وبتبذل مجهود اكبر، وده ممكن يكون بيرجع لاسباب كتير جدا، لكن اللي انا عارفه ومتاكد منه ان احنا بعيدين كل البعد عن ما يسمى بصناعه الفن. وانا كنت عارف ده وما كنتش ناوي اخش الفيلم، بس انتوا طلبتوا مني في الكومنتات ان انا اخش الفيلم بتاع جوازة توكسيك. فيا مساء الفل عليكم في قناتكم قناه ماستر سين. انا مايكل عاطف وجاي اتكلم معاك دلوقتي حالا عن مراجعه فيلم جوازة توكسيك. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ مناظر. احلى من الشرف مفيش. فيلمنا من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، واللي يعتبر ده التعاون الثالث ما بينهم بعد فيلم شوجر دادي وماما حامل، وبيشاركهم في البطولة محمد أنور وملك أورا وهيدي كرم وتامر هجرس. والفيلم من تأليف لؤي السيد، أما الإخراج لمحمود كريم. بتدور قصة الفيلم حوالين كريم اللي كان عايش بره في دبي وبيقع في حب بنت اسمها فريدة، وبيقرر إن هو يرجع مصر عشان يخطبها ويعرف العيلتين على بعض. وبنكتشف من الأحداث إن في فرق طبقي وفكري كبير جدا بين العيلتين. بنلاقي عيلة فريدة عيلة فري وأوبن مايندد وما عندهاش اي مشاكل في اي حاجه، وفريده بتلعب دورها ملك اورا، وباباها بيكون تامر هجرس ومامتها هيدي كرم. اما الناحيه الثانيه عيله كريم بتكون عيله متزمده ومتحفظه جدا، وبيلعب دور والد كريم بيومي فؤاد، اما مامته بتكون ليلى علوي. ولما كريم بيحاول يجمع العيلتين ببعض عشان يتعرفوا على بعض بتحصل مفارقات كتير جدا، والمفارقات الكتير دي المفروض ان بينتج عنها احداث كوميديه. ودي كده قصه الفيلم بمنتهى البساطه. تعالوا بقى مع بعض نتكلم على الايجابيات والسلبيات اللي انا عارف ان انت قاعد ومستنيها. اول ايجابيه معايا في الفيلم هي اظهار الطبيعه الخلابه للغردقه وتصوير منتجع سوما باي بالحلاوه وبالمتعه دي. انا كنت قاعد بتفرج على اعلان تلفزيوني مش على فيلم سينما، وانا هنا قاصد اللي انا بقوله، انا كنت بتفرج على اعلان مش على عمل سينمائي. لكن في المجمل الصوره كانت خارجه شكلها حلو، وانا كنت مبسوط جدا بالمناظر الطبيعيه دي، واكيد المنتجع او الريزورت بتاع سوما باي نجح ان هو يخلينا كلنا عايزين نروح نصيف هناك. تعالوا بقى على طول نخش في السلبيات، وما تستغربش لان فعلا مفيش اي ايجابيات انا عارف امسكها اتكلم فيها عن الفيلم. اول مشكله معايا في الفيلم هو تصنيف الفئه العمريه. الفيلم ده كان لازم يتكتب عليه بلس 18 بلس 18 للكبار فقط. معظم الافيهات اللي هي كان المفروض تبقى افيهات وتبقى موجوده جوه الفيلم هي عباره عن مجموعه من الايحاءات الجنسيه فقط، ويا ريتها معموله بطريقه حلوه، لا دي معموله دمها تقيل جدا، قديمه ومستهلكه وبايخه قوي. ومش معنى ان بقول لك يا ريتها كانت معموله حلوه ان انا بشجع النوع ده من الافيهات، لا انا قصدي اقول لك ان انت حتى لما لعبت على الوتر اللي بيكسب في كتير جدا مع الجمهور ما عرفتش تلعب عليه صح. وده هينقلني على طول للشق الثاني في المراجعه بتاعتنا، وهو الكوميديا اللي متقدمه في فيلم كوميدي. انا وانت داخلين الفيلم واحنا متوقعين ان هو هيكون فيلم لايت وخفيف، لكن وللاسف الشديد هو ولا فيلم لايت ولا فيلم خفيف ولا فيلم كوميدي. كل الافيهات اللي كانوا بيحاولوا يقولوها في الفيلم هي قديمه ومحروقه وما جابتش ضحك. بيومي فؤاد بيحاول يجتهد ويبتكر افيهات، لكن للاسف الشديد كلها اوت، كلها وحشه، كلها سخيفه، كلها غريبه. انا مش قادر افهم مين اللي كاتب الكلام ده، هل هو اجتهاد شخصي من بيومي ولا ده كلام المؤلف وكلام النص؟ وعموما انا مش هيفرق معايا مين اللي كاتب، بس ايا كان اللي كاتب الكلام ده لازم يراجع نفسه ويراجع دماغه تاني، ولازم يبقى فاهم ان هو بيتكلم مع ناس عندها درايه كبيره بالكوميديا وشعب اصلا بيحب يضحك بطبعه. بس ارجوك قدم حاجه تكون ينفع نضحك عليها. واللي عايزك تعرفه ان طول الفيلم كانت محاولات الاضحاك من عند بيومي فؤاد فقط، وكلها كانت فاشله زي ما قلت لك، فمبدئيا كده الكوميديا كلها وقعت. تعالى بقى نروح نتكلم مع بعض عن القصه اللي انت اصلا سارقها ونحتها من كذا فيلم اجنبي مش من فيلم واحد. القماشه بتاعت الفكره حلوه جدا وممكن يطلع منها كوميديا كتير قوي، عيلتين كل عيله عندها الفكر الخاص بتاعها، وفي تضاد بيحصل في المواقف كتير. يمكن اخر حاجه شفناها كانت في فيلم وش الوش، برضو كانوا عيلتين وقاعدين متجمعين مع بعض، بس قدرنا نشوف كوميديا حقيقيه، وبرضو كان في بيومي فؤاد. اما هنا للاسف الشديد كان في محاوله بايخه جدا لاستهتار بعقولنا. تامر هجرس طالع كول زياده عن اللزوم وبيتكلم انجلش على طول ودايما لسانه معوج، وايه يا سحس وانت هاني باني وكلام غريب كده انا مش فاهمه. هو لايق على تامر هجرس لكنه ما بيجيبش ضحك. هيدي كرم كل دورها من الجد، وبرضه ما فيش اي اجتهاد ولا اي مشهد يبين انها بتمثل حلو ولا وحش. بص عشان اختصر لك الموضوع كله، الفيلم اصلا ما فيهوش حاجه تمثيليه قويه تستدعي وجود ممثلين كبار. الفيلم ده ممكن نعمله بشباب لسه في المعهد، ناس ما عندهاش خبره في التمثيل اصلا. الكلام ده من كتر ما الفيلم بسيط والفكره ضعيفه. ما فيش حاجه محتاجه ممثل، لكن السوق محتاج ممثل.
عشان نسوق الفيلم عايزين ممثل. ليلى علو وبيومي فؤاد بيبيعوا في الخليج. خلينا نتكلم مع بعض بصراحه عشان نبقى فاهمين ومستوعبين احنا عايزين ايه من الفيلم. خش كده تابع الايرادات هتلاقي الفيلم في مصر مش محقق اي ايرادات، انما لو انت عندك حد بره هيقول لك الفيلم عليه اقبال رهيب جدا، ده ممكن يبقى في المركز الثاني بعد اولاد رزق. حقيقي حاجه تخض وتخوف. احنا هنا مش بنعمل صناعه فن، احنا هنا بنعمل صناعه منتج، بنعمل منتج عشان نبيعه بره ونصدره. هو الزبون اللي بره عايز كده انا هعمل له كده، حاضر ومن عينيا. وللاسف الشديد دي حاجه مخوفاني جدا، لان في مجموعه كبيره جدا من الافلام هيبقى فيها تعاون مشترك مع الخليج ومع السعوديه بالاخص. وبصراحه عشان ما اكونش بضحك عليك، تخوفي جاي من نقطه واحده، ان بدل ما نحط ايدينا في ايدين بعض ونرتقي بالمستوى زي ما عملنا مثلا في اولاد رزق 3، نلاقي نفسنا بننزل لتحت وبنعمل حاجات تعجب الجمهور وتبقى سطحيه وتبقى خفيفه مش اكتر من كده. هم عندهم الامكانيات الماديه القويه واحنا عندنا الامكانيات الفنيه العاليه. لما نعمل ميكس المفروض نعمل حاجه محترمه، او على الاقل ده اللي انا مستنيه ومتوقعه من الممثلين المصريين. اتمنى يتعلموا من كل النجوم السابقين ويبقوا عارفين ان اللي هيقف بعد كده هو تاريخهم مش رصيدهم في البنك. واتمنى ان هم يختاروا ادوارهم بعنايه ويعملوا ادوار متميزه تعيش معانا ومعاهم. الحقيقه فيلم جوازة توكسيك هو تجربه توكسيك بالنسبه لي، لانها قفلتني جدا من صناعه السينما في مصر. فيلم زي ده انت عارف ان هو مش هينجح في مصر، طلعه بره على طول. لان ببساطه فيلم جوازة توكسيك رجع لي ذكريات فيلم بلوموندو اللي انا كنت خارج منه مستاء وزعلان جدا جدا. وده لاننا بقينا شغالين بمبدا السبوبه، نعمل مشروع او بروجكت ونصدره بره وناخد فلوسه في جيبنا. انا فاهم ومقدر ان دول بني ادمين وعندهم التزامات ماديه وده مكسب وكل اللي انت عايز تقوله قوله، انا فاهم ومستوعب ده. انما اللي مزعلني ان بيومي فؤاد اخر فتره كان بدا مستواه يتحسن وبدا ينقي ادواره بعنايه. ليلى علو بعد ما كانت بعيد بدات ترجع بمقسوم وبافلام لطيفه، واللي انا شايفه ان مش سهل جدا نجمع بين الكوميديا الظريفه والكوميديا اللطيفه وفي نفس الوقت نرضي كل الاذواق، نعمل فيلم كوميدي لايت ينجح هنا وينجح بره. ايه المشكله وايه الصعب في ده؟ عموما عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، فيلم جوازة توكسيك هو فيلم توكسيك جدا لاي حد عايز يخش السينما يتفرج عليه. الا بقى لو انت بتحب البحر وعايز تتفرج على فيلم دوكيومنتري ممكن توطي الصوت وتتفرج على الصوره بس. وانا عن نفسي ما رشحش اي حد ان هو يروح يتفرج عليه، وتقييمي للفيلم هو 2 من 10 وبس كده. ما عنديش اي حاجه ثانيه اقولها على الفيلم. لو عجبتك بقى المراجعه دوس لايك وشير وسبسكرايب واشترك في القناه عشان يوصلك كل حاجه جديده احنا بنعملها، وعشان تساعدني اكبر، لان انا مش اكبر غير بيك انت وبدعمك انت. واشوفكم على خير في مراجعات تاني جايه كتير. انا بابا يلا.